السلام عليكم ورحمه الله. النهارده ان شاء الله معاكم في الجزء الثاني. هقولها بالراحه عشان ما بنفهمش منك لما بتتكلم بسرعه. النهارده ان شاء الله معاكم في الجزء الثاني عن تدريب العقاب مع اخويا احمد الحاوي، ومنورنا النهارده اخويا احمد حركه واخويا ادهم، وهيطلعوا معايا في الحلقه دي باذن الله بالتفصيل تعمل ايه وما تعملش ايه وانت بتدرب الصقر او العقاب بتاعك. قبل نبدا حلقتنا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتتاكدوا من تفعيل زرار تلقي كل الاشعارات الخاصه بالقناه، علشان اللي ما بيوصلوش الاشعارات وبيجي يقول لي يا اسلام بقالك فتره ما بتنزلش فيديوهات. لا احنا بفضل الله بننزل يا حبيب قلبي وانت على دماغنا من فوق، بس انت مش مفعل الزرار ده ونتاكد منه عشان ان شاء الله على طول توصلك الاشعارات بتاعتنا زي ما بتوصل لاخويا ادهم وبيقول لي رايه فيديو في فيديو. ربنا يبارك لك يا حبيب قلبي. العقاب وريه لهم كده يا دومه، قرب عليه كده شويه، زوم يا باشا. ده العقاب يا جماعه. العقاب ده طبعا ما شاء الله طير من اشد واقوى واعند العقبان، تمام. وزي ما قال لنا احمد في الحلقه اللي فاتت، حيوان فيه خطوره شويه لو هيتربى مع حد مبتدئ او مثلا مع طفل ما عندوش خبره او حد لسه مبتدئ. فزي ما قلنا لازم اللي يربي حاجه زي كده يا جماعه يكون عنده خبره، تمام. يعني مش اللي هو انا خلاص اربي صقر فهجيب عقاب، لا، انت الافضل انك بفضل الله تبدا بالشرياص، ده احسن حاجه للمبتدئين، تمام. شرياص او وكر. الله ينور عليك. ومعانا الوكر وهنتكلم عنده. ومعانا برضو بفضل الله النهارده الصقر الوكري وهنتكلم عنه في حلقه لوحده برضو باذن الله. فرجوا بقى الجمال الرباني ما شاء الله. قبل ما نبدا في ازاي تدرب العقاب، تمام. حاجه ما شاء الله فخامه. يعني ادهم بيوريكم كمان المخالب بتاعته عامله ازاي، الريش بتاعه، جاهزيته انه ينقض على اي فريسه في اي وقت. طبعا من الاساسيات انك لازم تكون معاك الدس والبرقع والسبوع. طبعا زي ما احنا شايفين كده، الدس ده اللي هو الجوانتي، تمام كده يا ابو حميد، تمام. والبرقع ده اللي بتغطى بيه وش الصقر، لكن هو مش معانا في الحلقه بتاعت النهارده، تمام. ولكن هنقول لكم فايده ايه برده في الحلقه. حاجه زي كده زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله الله اكبر. لازم برده من الحاجات الاساسيه ليها الوكر اللي زي كده اللي بيقف عليه العقاب. بس زي ما قال لنا احمد في الحلقه اللي فاتت ان الوكره بتختلف على حسب النوع. حصل. يعني مثلا حاجه زي كده حاجه زي العقاب الوكر بتاعها مدور، ما ينفعش لو الوكر اللي هو واقف زي ده كده، عشان كده هيعملوها سمار. الله ينور عليك. كل حاجه وليها حاجه، تمام. الحاجات دي اساسيه. ما هشتري الحاجه دي، تمام، لازم تجهز حاجته الاول. اشتري الحاجه دي بعد كده هات العقاب برضه، عشان ما تحطش نفسك في مأزق. لا، انا هجيب الحاجه واوفرها وبعدين العقاب يجي براحته يلاقي حاجته جاهزه. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله الله اكبر. حاجه بالضخامه دي ليها اكل مخصوص وليها سيمفونيه معينه في الاكل. يعني انا مش اللي هو هجيبها وادي لها اي اكل وخلاص، لازم الاكل يكون كويس. هي بتاكل اي حاجه، لحوم فراخ، لا مؤاخذه خفافيش، لا زواحف، حيوانات بريه صغيره هتاكلها، ارانب، مش عارف ايه، سمان، كل حاجه ما شاء الله بتاكلها ومفيش اي مشكله. ندخل بقى على تدريب العقاب خطوه بخطوه. معايا برضه اخويا احمد الحاوي. لو انا غلطت في حاجه ضيف لي، احنا بشر واي حد ممكن يغلط، بس انا يعني المصدر بتاعي مصدر موثوق من احد الصقارين المحترمين، بقول لكم الكلام اللي وصلني ايه وانتوا طبقوه وضمان 100% ان شاء الله. هبدا مع العقاب باذن الله تعالى. البرقع والسبوع والوكر قبل اي حاجه، قبل ما ابدا ان انا ادرب الطير لازم يكونوا معمولين باحترافيه، تمام. انا مطمن ان العقاب مش هيقطعها ويطير، لان في ناس بتطير منها العقبان والصقور، تمام. فيصحى الصبح يلاقي الصقر والعقاب بتاعه طار. طب ما انت ما امنتوش كويس، ما خلع البتاعه وطار. انا طار مني مره صقر شرياص، فانا اتعلمت بقى ان انا ابقى مامن عليه كويس عشان ما يحصلش حاجه زي كده. وبالذات حاجه زي كده، بصوا المخالب بتاعته يا جماعه عامله ازاي ما شاء الله. واتاكد برضو انها يعني مش قافله عليه قوي عشان ما تعملوش اي اذى. في الاول لما ببدا بتربيه العقاب معانا اخونا حتى احمد الحاوي يضيف لي لو بقول الكلام غلط. انت لما يعني تبقى لسه بادئ، الماسكه نفسها بتبقى انت ماسك جامد كده زي ما احنا شايفين، بتبقى ماسك طبعا بعصبله، خوف ومش وازن ايده عليك. يعني ما ينفعش ان انا ابقى ماسكه باستهتار. صح كده، ممكن يعورك. طبعا لو الجوانتي طبعا حاجه خفيفه راح يعورك جامد. ماسكه جامده، تمام. ومحكمه، مش مستهتر او سايبه عشان ده عقاب، مش اللي هو انا بلعب معاه. ما ينفعش تبص عينك لعين العقاب على طول، تمام، لان انت كده بتخش في ايه زي تحدي معاه، وده ما ينفعش مع العقبان. ده من اكبر الغلطات اللي ممكن يرتكبها واحد لسه بادئ في تربيه الصقور او العقبان لما اجي ادربه. صح كده، الحاجه دي ما تحبش اللي يتحداها، تمام.
انا ببدا معاه بمحبه، انا صاحبك مش انا عدوك او بنفسك. حتى الكلاب اللي في الشارع ما تعملوش معاه كده، لما الكلب بيبص في عينه هيجري وراك. حتى لو انت عايز تروح معدي من الصلاه مثلا من صلاه الفجر وعايز تروح، ما فيش حاجه تجري وراك، فانت ما بصش في عين الكلب عشان ما تحدوش. اي حيوان كده. تمام. النقطه الثانيه، انا بلمس الطير بحذر. حاجه اسمها تهديل اللي هي كده، التدهيل او التهديد. عض كده برضه. تمام. واخلي بالي ما يقفشنيش ببقه. تمام. واحاول اقصر برضو السبوع على ايدي زي ما احنا شايفين كده بالصباع، بقصرها يعني ما اخليهاش طويله عشان ما يطيرش ويكفخ. تمام. يكفخ يعني اللي هو يقعد يخبط اكنه مش واخد عليا ولا حاجه. تمام. واحمد برضو بيوريكم عملي وانا بتكلم انا اعمل ايه الصح. بصوا كده على القضه بتاعت احمد، وريهم كده. الطير لو بدا يعضك في الاول، تمام، تروح بقى محرك ايدك بسرعه. تمام. وامسك تمسك المنقار كده خفيف. تمام. وكل لما يحاول ماسكت في جوه بقه. الله ينور عليك. لو بره بقه يعورك، جوه بقه بتمسك المنقار بايدك الاتنين. خليك مكاني هنا. كل لما يحاول يعض، تمام، هحرك ايدي بسرعه وامسك المنقار كده ماسكه خفيفه اكني بلعبه او بهزر معاه. تمام كده يا احمد. وتحسسه برضه انت اقوى منك، المنقار ده بالنسبه لك لو مش بيعمل حاجه فيك، واحنا اصحاب وانا المسيطر عليك، اكنك بتدرب كلب بالظبط. تمام. فهو كده هيحس انك مش خايف من العضه بتاعته زي ما قال احمد، فده خلاص كده القائد بتاعي وانا مش خايف ولا مقلق. وهيبدا ان هو ممكن يخضع له، هيبدا لا ممكن الشخص ده يدربني زي ما حضراتكم شايفين. دي نقطه مهمه جدا. تمام. هبدا بقى ما ملش من لما اجي امسح على صدره زي ما بنشوف بعض اخواتنا السقارين بيملسوا على الصدر كده، هو من هنا كده من تحت. انا كده بهديه وبرده بياخد عليا. تمام. اقدم له وجبه صغيره، اكله صغيره على الكف من تحت. وريهم كده يا احمد يعني بالخطوه اكنك بتدي له اكله صغيره. انت بتحط الاكل هنا كده، هو بيجي ياخده منك من هنا ومهم عشان يتعود جداً. عليك. انت بتاكل بتعمل بالايد كده عشان تدربه يتعود هو على الاكل على الحته دي. ومهم جدا ما يشوفش الاكل في ايدك. تمام. يعني حاول تخليه له زي مفاجاه. تمام. عشان ممكن يروح ناطط على ايد احمد معوره. تمام. فدي نقطه مهمه جدا. تمام. في الايام الاولى ما بيبقاش عارف يميز بين الاكل وبين ايدك، فانا اخد بالي من النقطه دي يا جماعه. تاني نقطه مهمه، احافظ للمعلم ده على مواعيد الاكل. احفظه انت بتاكل امتى والوجبات بتاعتك امتى. احنا كده ماشيين خطوه بخطوه. احمد اكنه هو اللي بيدربه. الطير لازم يسهر في الايام الاولى، هسيب شويه ضوء خفيف عليه. تمام. اشغل جنبه مثلا زي راديو زي مش عارف ايه، ده في اوائل الايام عشان برضه لما تيجي تسيبه في طريق او تسيبه في اي حاجه وانت بتدربه يبقى واخد باله ان قدامه ايه. الله ينور عليك. الطير لما بيكفخ زي ما بنشوفه احيانا بيبقى عايز يطير وبتاعه وعايز يهرب، تمام، من على الايد او من على الوكر بتاعه. ده طبيعي، ده طبيعي في البدايه، هو لسه بيتدرب وبيتعود عليك. فانا اروح رافعه بالايد الثانيه من ظهره. تمام. بص احمد بيعمل ايه، هو كده بيدهله. لما يكفخ العقاب البسه البرقع بتاعه. البرقع ده بغطي له وشه ما يشوفش حاجه، الدنيا تضل معاه فيهدى. من النقط المهمه جدا. تمام. مع استمرار السهر هتقل العادات السلبيه عنده، يعني مش هلاقيه بقى بيقعد بقى بينط عليا وانا جايب له الاكل، لا مش هلاقيه بيهدى. مش بحط له دي كده اروح عاضدها، مش عايز ينط يفترق، لا مش فاكرني اللي هو حاجه خطر عليه، فايه بيهدى شويه مع الوقت، هتتدهل، هتهدى معاه. تمام. لما البسه بقى البرقع لو حسيته كفخ او اللي هو عايز يهرب، البسه البرقع بتاعه ورشه ميه على الاجنحه من جوه ومن بره، بتفيد جدا دي يا احمد. طبعا مع الوقت بقى واستمرار السهر هتقل العادات السلبيه دي، يعني اللي هو بيعملها لو بيعمل عادات وحشه بيعض او كده. لكن المهم ما اروحش للخطوه اللي بعديها الا لما اطمن ان عالجت اي عيوب فيه، اي تكفيخ اي مش عارف ايه، انا كده عيبته عاد مش عارف ايه. نيجي بعد كده الطير مثلا على الوكر بتاعي وانا عودته ياكل على الدس والكلام دون في الايام الاولى، زي ما احنا قلنا وزي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت برضو، ما اقدمش الاكل في عظم للحيوان علشان غلط عليه، وليه مقدار معين 5 جرام لحمه لكل 100 جرام من وزن الطير. العجبان اغلبها بتتحمل الجوع، تمام، خاصه اللي هي اللي بتربى في الاسر وكده. تمام. اقسم الوجبات بتاعته وجبات صغيره دايما. تمام. وانا قاعد بديله باكله بناوله. تمام. دي حاجه مهمه جدا، وجبات صغيره انا كده بكافئه، فهو هيحس باللي انا هعمله ده في الحاجات الجايه اللي هتعرفوها معانا. تمام. اجي بقى بعد كده اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما اكلوش اشبعه في الايام الاولى، وابدا احسب كميه الاكل اللي انا بديهوله. تمام. عشان كده بنقول
المقدار بتاع الاكل والاوزان مهمه جدا، تمام. وزي ما قال لنا احمد في الحلقه اللي فاتت، قلت لهم ايه؟ معلفش كتير عشان ما يسمنش ويجي في الاخر يهبط ويموت. نخش في الحته اللي انتوا عايزينها، التدريب. خلصنا الخطوات اللي فاتت، اخش على النقطه المهمه. بسم الله. اناديله، تمام. الدعوه هنادي الطير باسمه او بصفاره ايا كان، تمام، عشان يجي يقف على الدس بتاعه وياكل الاكل، تمام. هسيبه على الوكر واناديله من حته كده بعيده شويه، تمام. هيستجيب معاك بالظبط من يوم الثالث تقريبا يعني، تمام. ده برضو على حسب كتله العقاب وكميه الدهون اللي هو مخزنها. الدهون دي اللي بتيجي من الاكل، تمام. وبعد ما بيوصل مثلا عدد المرات ل10 مرات، هيكون بعد اسبوع تقريبا انت كده قادر انك بقى تخرجه وتطلع بيه. بس طبعا هتخرج وهتطلع بيه، ما تجيش اللي انت مسيبه من اول مره، لا طبعا لازم تاخد فتره طويله اللي انت رابطه عشان ما يجيش يهرب. انت العقبان ما تديوش فرصه لو هو يهرب، لا انت بتفضل رابطه عشان لو اديت له فرصه يهرب ممكن يهرب من اول مره. طب خلاص شاف الشارع من اول مره خلاص ممكن يهرب، لا مره واثنين وثلاثه و20 تفضل رابطه. انت مزود اطمئنان وبتزود اللي هو حاجه. زودت النهارده 10 متر، بكره 50، بعده 100، بتزود حاجه امتار. اول مره هخرج بيه يا جماعه، اديله اكلته وتقعد بيه من غير البرقع اطول فتره ممكنه. دي حاجه مهمه جدا جدا يا جماعه. الخطوه دي اساسيه وفي ان انا خلاص هبدا اطلع بيه للناس وللدنيا، وان هو ياخد على بيئه جديده وتدريب جديد. النقطه دي مهمه جدا، صح كده يا احمد؟ طبعا. بعد كده يا جماعه اجي بقى انا ابعد بالمسافه بقى شويه، عشان انا احاول بقى ان انا اطلعه للبريه وان هو يطير بمسافه بعيده اللي هو زي ما قلت برضه اللي هي متر يعني 50 100 1000 هكذا. الله يبارك لك يا احمد. ما اطلعش بقى على طول، واحده لحد ما معايا المسافه ما شاء الله توصل لحد 150 متر، ممكن بال1000 متر كمان، 150 متر ويوصل لل1000 كمان، تمام. ولكن دي مع الاحترافيه ومع الوقت. اشوف رد فعل الطير، يعني المفروض ان انا اشيل البرقع ما يترددش في الاستجابه للدعوه، تمام. لما يجي لك الطير على 150 متر، تمام، مع الوقت بقى هحاول ازود له، يبقى بعد كده جاهز للتدريب من غير ما انا اقيده او غير، تمام. ده بالنسبه للتدريب بتاعه على الطيران. هاتني كده يا ادم. التحويم بقى قصه تانية وحوار تاني. بيقول لك هتشتغل على الدس بس، اللي هو القفاز الجوانت بتاعه، تمام. ده ليه قصه. وفي التدريب على الصيد، على صيد الفريسه. ممكن المعلم ده ياكل ثعالب زي ما قال لنا احمد، كان مديله ديب، ياكل حاجات كتيره جدا. ان في انواع ممكن تاكل، في انواع ممكن تتاكل. ممكن الحاجات دي تستخدم برضه، تمام. دي ان الحلقه بتاعت النهارده كنا بنتكلم ازاي تدرب العقاب، واتكلمنا معاكم بالتفصيل وعملي. يعني انا حتى بخلي بقاصد الناس تشوف احمد وهو ماسك الحاجه بيتعامل معاها ازاي وماسكها ازاي، واللي انا بقوله احمد بيطبقه عملي في كل خطوه عملناها. الله يبارك لك يا احمد، شرفتنا النهارده وشرفنا الرجاله، وكانت اضافه لينا يا حبيبي وحاجه فريده من نوعها على قناتي بفضل الله تعالى. حبيبي ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتذكروا تفعيل زر التنبيه ولايك وشير عشان يوصل لحضراتكم محتوانا اول باول. رقم تليفونك يا احمد 010 21 40 1353. صفحه فيسبوك احمد الحاوي بالانجليزي. تيك توك هيعملوا برضو باسم احمد الحاوي، تمام. اي صقور، اي جوارح، اي عقبان، طبعا عقبان من الجوارح هو اشهر حاجه في الصقور. هتلاقوا عند احمد زواحف، حيوانات بريه، حيوانات نادره، حيوانات اليفه، كله عند اخونا احمد الحاوي ان شاء الله باذن الله. من افضل الناس اللي يتعاملوا معاها. اشوفكم في الحلقه الجايه على خير، واستنونا مع الصار الوكري. اخويا ادهم نورتني النهارده وشرفتني، وبجد اضافه ليا. احمد حركه باشا، نورت الدنيا. الله يبارك لك. بصوا هم بيصوروا، انا قاعد بصور الوكري. الله ينور عليك. بصوا يا جماعه، ايه يا حبيبي، بصوا بقى، لا مؤاخذه الكلام ده للناس اللي ايه، حبايبنا واخواتنا. القناه دي مش بتاعتنا، دي بتاعتكم انتوا. الله يبارك لك. واللي جاي دمار وضرب نار باذن الله، تمام. يعني انا مش حافظ كلام دلوقتي. الدعم الله يبارك يا جماعه، لك. بعد اذنكم الدعم يا جدعان، عشان والله العظيم احنا بنتعب عشانكم. بنتعب والله العظيم بنتعب يا جماعه علشانكم. الله يبارك بعد لك. اذنكم يعني العقله من الصباع مش هتطير يعني. دوس على اول لايك على طول يعني. تقول لهم ايه يا ادهم؟ حبيبي نورت. انت تعبت معانا، فرحان جدا والله. انت تعبتنا. انا اسف، انت تعبت معانا جامد. ربنا يبارك لك، ما تحرمش منك. الرجاله دي اخواتي، اخواتي يعني اللي هتلاقيهم في الشده وفي اي وقت فرح كره هتلاقيهم. وبجد نورتوني وضفتوني. عندك انت برضه معلومات عن العقبان؟ كل حاجه. ولو عايز تضيف حاجه صفحه التيك توك ادهم محمد بالانجليزي. اي حد محتاج اي حاجه، اي سؤال اقدر اجاوب. اكونت الفيس لو حد برضه عايز يتفرج على حاجه عنه. بس ادهم بيربي، مش موضوع تجاره. اي حد عايز يشتري اي حاجه من عند اخونا احمد الحاوي. ونشوفكم في الحاجه على خير. قول لهم سلام عليكم. السلام عليكم. وانا قناتي يا جدعان،
قناه اسمها يوميات احمد حركه. تمام يا حبيب قلبي، خلصانة. قول لهم اشوفكم على خير. اشوفكم على خير.